ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الاستروجين. الاستروجين ده هو هرمون موجود في جسم كل ست. هو المسؤول عن الصفات الانثويه في جسمها، زي الصوت الناعم، بروز مناطق الانوثه، انتظام الدوره الشهريه. بيتاثر الاستروجين ده بعوامل كتير زي التقدم في العمر، الاضطرابات النفسيه زي التوتر، خوف، قلق وغيره. لازم احافظ على معدل الهرمون ده في جسمي، بحيث ان هو ولا يزيد ولا يقل، عشان احافظ على الصفات الانثويه تكون موجوده في جسمي على طول. النهارده ان شاء الله هقولك على 5 مشروبات. لو انتظمتي على شرب واحد بس، حاجه واحده بس منهم في اليوم، هتحافظي على انوثتك على طول مهما كان عمرك. اول مشروب هتكلم عليه النهارده هو الحلبة. الحلبة بحضرها ازاي؟ بحطها في ميه وبحطها على النار تغلي غلوتين. اول ما اللون بيتغير بطفي عليها، ما بسيبهاش تغلي مده طويله. اللون يتغير بس بطفي عليها وبغطي عليها وبسيبها بالمنظر ده شويه. اول ما بتبتدي الميه تهدى تدفى كده شويه، بحط عليها، بزود عليها لبن. بس كده. عايزه اشربها كده زي ما هي تمام. عايزه احليها بعسل، بحليها بعسل، ما بحليهاش بسكر. والعسل احطه لما الميه تدفى، ما احطش العسل والميه سخنه عشان ما يفقدش الفيتامينات والمعادن اللي فيه. تمام. المشروب التاني عندي هو عباره عن خلطه. بجيب نص معلقه ينسون، نص معلقه شمر، نص معلقه ينسون نجمي، اسمه كده ينسون نجمي. اللي مش عارف شكله اهو، ده ينسون نجمي، بجيبه من عند العطار، مليان فوائد. يبقى نص معلقه ينسون عادي، ونص معلقه شمر، ونص معلقه او وحدتين 3 من اليانسون ده على الكوبايه بالحجم ده. انا بغلي الميه لوحدها، ده بقى ما بحطوش على النار، ما ينفعش احطه على النار. الميه بغليها لوحدها، وبعد ما بتغلى بسيبها مثلا حوالي نص دقيقه تهدى بس كده. وبعدين بحط الميه على الخلطه اللي انا قلتها دي اهي. بس كده. وبرضو بغطي عشان زيوت الطياره اللي في الخلطه دي ما تروحش مع السخونيه، ما تطرش. بقفل عليها، احافظ على الفيتامينات والمعادن اللي فيها. الخلطه دي مليانه فايتو استروجين، بتحفز هرمون الاستروجين عندي عشان يتظبط. وبسيبها كده لحد ما تهدى خالص، وبعد كده بصفيها بالمصفى وبشربها. برضو ممكن اشربها كده، وممكن احليها لو انا ما بعرفش اشرب الحاجات كده من غير سكر، بحليها بعسل. وزي ما قلنا العسل يتحط والميه دافيه، ما يتحطش والميه سخنه خالص. المشروب الثالث بذر الكتان. اهو بذر الكتان بجيبه من عند عطار، برضو انا مطمنه له او واثقه فيه. اهو ده بذر الكتان. انا ما ينفعش احط بذر الكتان كده، بذر الكتان لازم يتطحن. ولما بطحن الجزء الحبه اللي انا هستعملهم بس، يعني ما ينفعش اخد الكميه دي كلها مثلا اطحنها واحطها في برطمان واحطها على جنب، ولما اجي استعمل اخد منها. لا، ما ينفعش. الحبه اللي انا هاخدهم دلوقتي هم اللي هطحنهم بس. ليه لازم اطحنه؟ لان الجسم ما بيعرفش يتعامل معاه كده، ما بيفهمهوش. لازم اطحنه عشان اسهل للجسم ان هو يمتصه وياخد منه الفوائد اللي فيه والفيتامينات والمعادن اللي فيه. بحط معلقه بعد ما اطحنها طبعا. بحط هنا، انا بس المطحنه بتاعتي مش شغاله. بحط معلقه اهي في الكوبايه، وبزود عليها الميه اهو، وبركنها بسيبها اهي بالمنظر ده. دي بتاخد وقت شوية عشان تنزل الجيلاتين او المادة اللي فيها. يعني ممكن احطها من بالليل لتاني يوم الصبح. بغطيها وبحطها في التلاجة وبسيبها لتاني يوم الصبح. بتكون البذور دي نزلت، هنلاقيها كده مادة جيلاتينية كده. بشربها كلها، وببقى حريصة ان الكوباية تبقى يعني المية
3 أو 4 أضعاف بذر الكتان. يعني مش هحط شويه ميه قد كده، لا، تلق الميه 3 أو 4 أضعاف بذر الكتان اللي موجود. ده تالت مشروب. المشروب رقم 4 بذور الشيا. بنفس الطريقه بتاعه بذور الكتان، لكن انا بحط ميه عاديه، مش لازم، مش بالضروري انها تكون ميه دافيه يعني. بحط ميه عاديه وباخد، ومش لازم اطحنها برضو، انا بحطها زي ما هي كده اهي. هي الحبوب بتاعتها صغيره خالص، مش زي بذور الكتان اهي. باخد معلقه قد كده، معلقه صغيره، وبحطها في كوبايه الميه وبسيبها، يعني بتبقى في حدود مثلا 3 أو 4 ساعات على الاقل، وبعصر عليها نص ليمونه وبشربها. المشروب الاخير رقم 5 هو مش مشروب، هي عباره عن معلقه سمسم. معلقه سمسم، معلقه كبيره، بحطها بقى على اي حاجه انا عايزاها. سلطه، انا بحطها على طول على زبادي او لبن رايب. بالليل كده قبل ما انام بساعه او بساعتين باخد معلقه سمسم بحطها على الزبادي او لبن رايب، بحط عليها بعصر عليها نص ليمونه، او بحط عليها شويه قرفه، ولو عايزه احلي زي ما قلنا بحلي بعسل ابيض، وباخدها قبل ما انام بساعه او بساعتين. انا بعمل كده. ممكن ترشيها على طبق سلطه، ممكن ترشيها على حته جبنه بتاكليها الصبح، المهم معلقه سمسم. اقدر اكتب ال5 حاجات دول على مثلا ورقه صغيره زي ستيكي نوت كده، والزقها على باب التلاجة او على ضلفه دولاب المطبخ، بحيث ان انا تكون موجوده قدامي، واكون حريصه على ان حاجه من الحاجات دي كلها تكون موجوده في مطبخي، بحيث ان انا اخد منها اي حاجه من ال5 دول يوميا، تبقى بصفه يوميه لازم اخد حاجه من الحاجات ال5 دي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.